من حقي أن أقول إن المحدثين على وجه الخصوص بينهم مؤامرة كبيرة على رسول الله وأهل البيت، وقد يكون في المحدثين من هو أكثر من بني أمية، من هو أشد كفرا من بني أمية، لأن بني أمية تحركوا من دافع حب الانتقام والثأر. بنو أمية عمرهم دخلوا الإسلام، فأرادوا أن ينتقموا من رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن فشلوا في بدر وفي أحد وبعدها، فهم أرادوا أن ينتقموا بعد رسول الله في وقت مناسب آخر. لما وصلت الدولة ليديهم ببركة السقيفة انتقموا من رسول الله. لكن الآن أنا جاي أقول إن في المحدثين من هم شر من بني أمية. ليش أقول هذا الكلام؟ قد يجي واحد يقول والله يا أخي أنت رافضي وكذا، خب خليني أنا رافضي يهودي مجوسي كونفوشيوس، هذا مو شأنك. احنا نتعامل مع معطيات واقعية خارجية يجتمع حولها العقلاء، والتناقض دليل البطلان. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله الذي شهد له بالخلق العظيم مجرد التفكير في رد شهادته كفر. يعني انت لو واحد صحابي يشهد تقدر ترد شهادته، لكن اذا شهد الله وفكرت فقط بانك ممكن ترد شهادة الله، هذا التفكير يدخل في الكفر. ومن اصدق من الله حديثا. هل يعقل ان يجرد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى من كرامته وحتى من رجولته ومروءته من أجل أن يساعدون شخص اسمه عمر؟ اسمعوا ذيك القصة، واللي راويها الترمذي وموجودة في مشكاة المصابيح، في فيض القدير، في التيسير بشرح الجامع الصغير، في مرقاة المفاتيح، في الكامل في ضعفاء الرجال. هذا الكامل في ضعفاء الرجال العقيلي هو يضعف، لكن بهذا القصة لا ما يضعف، يفوت يعتبرها صحيحة. وفي تاريخ دمشق وفي ذخيرة الحفاظ وفي البيان والتعريف. اسمع القصة شو تقول. أدري إخواني كلكم تعرفوها، لكن اسمعوا شو يقول. تعرفوها القصة، أنا ما راح أجيب لكم شيء جديد، لكن اسمعوا العبارات. عن عروة يعني بن الزبير. هذا عروة بن الزبير كان يسب عليا في المسجد النبوي الشريف. عروة بن الزبير بن العوام. هذا عروة بن الزبير بن العوام كان يسب عليا داخل المسجد النبوي الشريف. شايف؟ يعني شوف، هذا مو فقط يسب عليا في لا هذا يسب عليا عليه السلام داخل المسجد النبوي الشريف. زين. وهذا عروة بن الزبير مع أنه كان صغيرا يوم الجمل، لكنه حرص على أن يكون في المعركة. شوف، كان صغير هو يوم الجمل، ترى كان صغير، لكن حرص على أن يكون في المعركة إلى جنب خالته. اسمع شو يقول. قالت عائشة: شوف، كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا فسمعنا لغطا وصوت الصبيان. زين. شنو هذا اللي صار؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا حبشية تزفن يعني تغني بالحبشية بالتهم، والصبيان حولها، إما لا الصبيان حولها معناه يصفقوا لها. زين. فقال: ايش قال النبي؟ بدل أن يروح لذيك الحبشية ويقول له يلا مشي تلعبين، والصبيان يقول لهم روحوا تقرأوا القرآن، لا، فقام فقال: يا عائشة، تعالي فانظري. يشجعها على النظر إلى الرقص والغناء. شوف مليح، شوف أكو هنا احنا واحد يسوي مع زوجته هالشكل، موجود واحد في الحاضرين يقول زوجته تعالي تتفرجين رقص وغناء. فجعلت هكذا تقول، فجئت فوضعت ذقني على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين. فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: أما شبعتي؟ فجعلت أقول: لا. لماذا؟ لأنظر منزلتي عنده. زين. فشوف يعني هذا الصورة. قال لي: أما شبعتي؟ فجعلت أقول: لا. ليش؟ لأنظر منزلتي عنده.
إذ طلع عمر، انتبه الآن تغير الوضع. إذ طلع عمر فارتد الناس عنها، كل الناس ارتدت لما طلع عمر. إذ طلع عمر فارتد الناس عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. قالت فرجعت. سبحان الله، يعني الشياطين الجن كانوا يتفرجون ورسول الله يتفرج وياهم، وعائشة تتفرج وياهم، وشياطين الإنس كانوا يتفرجون ورسول الله يتفرج وياهم، وعائشة تتفرج وياهم. إذن أين الفرق بينه وبينهم؟ ومو فقط يتفرج، يشجع على التفرج. تعالي فانظري. ما أدري صوت موجود ولا ما أدري صوت موجود ولا ما موجود. مو فقط يتفرج مع الشياطين، لا يشجع. تعالي فانظري. تعالي اجع. ففر الشياطين. وبما أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان يتفرج، فلو كان معهم لفر هو أيضا. مو صحيح؟ مو صحيح؟ صحيح هالكلام ولا مو صحيح؟ هو هم كان يتفرج مثلهم، لكن كان يتفرج عند الباب، مو وياهم. فلو كان هو أيضا حاضرا وياهم بعيد عن الباب لكان هو أيضا يفر. الله لا يربحكم إن شاء الله، الله يسود وجوهكم إن شاء الله، كما حاولتم أن تسودوا سيرة نبينا صلى الله عليه وآله. الله لا يرفع عليكم قضاء إن شاء الله. يا أحفاد اليهود، يا يهود يسود القلوب، هل منزلة تنزلون رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل أن تصعدوا شأن إنسان عبد الصنم عشرات السنين؟ تنزلون سيد الكونين الذي عرج وتوقف جبريل وقال: لو دنوت أنملة لاحترقت. هو هذا يوقف عند الباب يتفرج على الرقص والغناء، ويجيب زوجته أيضا هم تتفرج على الرقص والغناء، حتى يجي عمر بن الخطاب ويرجع الأمور يعيد النصاب ويرجع الأمور إلى حقيقتها، ويرجع الجد بعد ما كان الهزل، وبعد ما كان النبي صلى الله عليه وآله مشاركا في الهزل ومشجعا عليه. أف له من دين، أف له من دين. تحبوا ولا تكرهوا عمر بن الخطاب عشرات السنين وهو نجس، لأنه كان مشركا، والقرآن الكريم يقول: إنما المشركون نجس. والله ما تقدروا تنحوها هذه، والله ما تقدروا تنحوها، أن عمر بن الخطاب قضى عشرات السنين وهو نجس. والله ما تقدروا تنحوها، عشرات السنين وهو نجس. يراد له عشرات السنين حتى يطهر تلك النجاسة، عشرات السنين من العبادة ومن التقوى ومن التدين ومن قيام الليل ومن ذكر الله ومن احترام رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. انتوا شفتوه احترم رسول الله؟ يقول: حسبنا كتاب الله. ليش هو كتاب الله نزل عليك انت يعني؟ شنو يعني كتاب الله على من نزل؟ انت تعلم رسول الله شنو اللي موجود في كتاب الله؟ حسبنا كتاب الله. وين حسبك انت؟ اذا حسبك كتاب الله ليش تضل عن كعب الاحبار؟